السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حبيت نحضر البوراك التركي، وصفة سهلة وبنينة. وكما نعرفو البوراك التركي يطيب داخل الفرن، يعني مليش فيه بزاف ليدام، ويجي بنين وطري وفيه القرمشة. تفضلوا معايا نشوفوا طريقة التحضير. في مقلاة حطيت قليل من الزيت، زدت حبة بصل صغيرة قطعتها حجم رقيق، زدت كمية من اللحم، نقلي اللحم مع البصل، درت الملح وفلفل كحل. هنا في الصحن كانت عندي زوج حبات بطاطا غليتهم لبستهم بعد ما طابو، زدت لهم قطعة تاع الجبن، وزيد نضيف هذاك اللحم اللي كنت قليته. ممكن انكم تزيدوا قطعة تاع زبدة اذا حبيتوا، كما تقدروا تستغنوا عليها. نقلب جميع المكونات مع بعض، والحشو ديالي راهو جاهز. هنا في اناء نحط نص كاس حليب، ايضا نص كاس ماء، ربع كاس زيت، ايضا ملعقة صغيرة خميرة الخبز، ملعقة صغيرة سكر. نبدا نحط الفارينة، كمية من الفارينة، ومن بعد نبدا نقلب. راح نزيد نضيف مع الفارينة كمية من الملح، ونبدا نقلب. نحضر بشوية ونشوف حتى نلم العجينة. لازم العجينة تكون تتلاصق في اليد وتكون طرية في نفس الوقت. كما راكم تلاحظوا هكذا يبدا تتلملي العجينة، القوام تاعها راهو شوفوا يتلاصق وراهي طرية. هذا هو القوام تاعها. نعجنها شوية على طاولة العمل حتى تولي ملساء. ومن بعد نشكلها هكذا بالطول، نقطعها بالكوبات، وندير كريات صغار يكونوا متساويين في الحجم. هنا راني شكلت 6 كريات. نتوما ديروا حجم الكرية على حسب السنيوة، اذا كانت عندكم سنيوة كبيرة ديروا الكرية تاعكم شوية كبيرة، ولا كانت سنيوة صغيرة تصغروا في الحجم تاع الكرية. أنا درت كمية تاع المايزينا نشا الذرة على طاولة العمل، ونبدا نحل يعني هذيك القطعة تاع العجين نعمرها مليح بالمايزينا بالنشا الذرة هكذا، باش كي نحل فيها بالحلال ما تلصقليش على طاولة العمل. نحلها رقيقة. هكذا بالعقل حلوها كما راكم تلاحظوا راهي رقيقة. هنا نمسح بالزيت كامل صاير داير. الزيت مع المايزينا حين يديروا طبقات للعجين. نجيب الحشو، ندير حربوش، ونبدا ندور بالعقل نلف هكا العجين بهذه الطريقة. كما قلت لكم لازم ديروا كمية تاع المايزينا مليح باش ما تلصق لكمش على طاولة العمل. هاد الزوائد نقطعهم بالجاورة. انا كنت جهزت سنيوة دهنتها بالزيت، نحطها قدام القطعة الأولانية، لكن ما نقربهمش بزاف، يعني ما نلصقهمش، نخلي مسافة صغيرة بيناتهم.
بعد ما كملت كامل هادوك 6 قطع، نجيب حبة بيض كنت درت لها شوية خل وشوية قهوة، ونبدأ ندهنهم من الفوق، نمسح عليهم بالبيض. هاد البيض من الفوق حيزيد لهم قرمشة ويعطيهم لون ذهبي شباب. نحاول كامل نغطي العجين بالبيض. من الفوق نحط جنجلان والسانوج. نتوما حطوا واش حبيتو، تحبوا ديروا حبة الحلاوة كيما تحبوا. ندير لهم كمية مليحة هكذا باش تخرج البنة تاعهم هايلة. يعني السانوج مع الجنجلان راح يزيد لهم بنة. أنا الفرن كنت سخنته من قبل على 180 درجة، لكن قبل ما ندخلو الفرن نقسمها هكذايا، كل قطعة نقسمها على 3 بهذا الشكل، راح يكون على شكل بوراك. بهذه الطريقة تقدروا تقسموه قبل ما تديروا له البيض. دخلوا للفرن يطيب على نار 180 درجة حتى من يتحمر من فوق ومن تحت، خلوه يطيب على عرضه. شوفوا كيفاش جا يشهي، جا هايل وبنين. نقسم لكم الحبة تشوفوا كيفاش جا. شوفوا كيفاش طري ومن الداخل يجي مورق، وأيضا فيه القرمشة الطبقة الفوقانية. كانت هذه الوصفة تاعي بوراك التركي، أتمنى تنال إعجابكم. وفي النهاية نقولكم إلى اللقاء مع وصفة جديدة وفيديو آخر، في أمان الله.